أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل إصابة 3 شباب أقباط بأسيوط واستنفار فرق الإسعاف الفوري. حادث تسرب غاز في واقعة طارئة أثارت حالة من القلق داخل حي غرب أسيوط. أصيب 3 شباب بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بشارع تأمينات السيارات، مما استدعى تدخل عاجل من أجهزة الأمن والإسعاف. وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية لضمان سلامة السكان والتحقق من أسباب الحادث. وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تسرب غاز داخل شقة سكنية. وعلى الفور تحركت قوة من وحدة المباحث إلى مكان الحادث يرافقها عدد من سيارات الإسعاف لتقديم الرعاية الفورية. وعند الوصول تبين إصابة كل من إبراهام ماجد شنودة 18 عام وأمير إبراهيم مرزوق 19 عام ويسا حليم 21 عام بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المتسرب. وتم نقل المصابين سريعا إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعوا للفحص الطبي والمتابعة حتى استقرار حالتهم. وأكد الطاقم الطبي أن التدخل السريع حال دون تفاقم الأضرار، مشددين على ضرورة تهوية الشقق السكنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام أجهزة الغاز داخل المنازل. وفي الوقت نفسه شرعت قوات الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحصت موقع الحادث للتأكد من مدى التزام مالك الشقة ومعاينة أسباب تسرب الغاز حفاظا على سلامة السكان ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما نصحت الأجهزة المواطنين بضرورة فحص أنابيب الغاز بشكل دوري وتركيب كواشف تسرب الغاز لضمان السلامة المنزلية، خاصة في المناطق السكنية المزدحمة، لتفادي حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.